ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنجي اتكلم النهارده عن تعادل الاهلي مع سان داونز 0-0 في بريتوريا، فيلا بينا. بداية كده نبدأ بالتشكيل واحدة واحدة. بدأنا بخطة 5-4-1 أو 5-3-2 على حسب كرة معانا ولا لأ. بدأنا بمحمد الشناوي باك رايت، محمد هاني. ثلاثة سنتر باكس هم الأعظم والأفضل في القارة حاليا بفارق كبير عن باقي منافسينه. هو أشرف داري، جنبهم رامي ربيعة، جنبه ياسر إبراهيم باك ليفت، مصطفى العيش، قدامهم مروان عطية، وأحسن لعيب في المباراة بلا منازع إمام عاشور، قدامهم طاهر محمد طاهر وجراديشار. التشكيله كده اول ما الواحد يبص عليها، او اول ما انا ابص عليها، ان احنا نازلين هنبقى نلعب جيم سلبي 100%. مفيش كور بتطلع لقدام، هندافع ال 90 دقيقه. بس هو ده حصل، بس بنتفق مع اللعب الدفاعي الصح، اللي هو انا عندي خمسه ورا، بس انا مطير محمد هاني قدام. حرفيا محمد هاني كان طاير في اي هجمه للاهلي. فانت تلاقي دايما ورا كان اشرف داري بيلعب رايت والعيش بيلعب ليفت، والاتنين جوه. في الحاله الدفاعيه بتلاقي ضم عليهم هاني، وضم عليهم من قدام امام عاشور، وضم عليهم من الشمال طاهر محمد طاهر. وبتلاقي مروان عطيه وجراديشار الاتنين ورا بعض في نص الملعب بيبداوا الضغط. ضغط الاهلي على صن داونز كان بالنسبه لنا كان ضغط موفق 100%. الاهلي كان مشكل ضغط على صن داونز، كان بيبدا الضغط. كلنا عارفين إيه اللي بيعمل تشكيله زي دي، اللي هو بيلعب بخمسه ورا، سواء 5-4-1 ولا 5-3-2. بيبدا الضغط من التلت بتاعه. لا بالعكس، الاهلي كان بادئ الضغط باستخدام امام عاشور وجراديشار وطاهر محمد طاهر. كان بيبدا الضغط من التلت بتاع صن داونز، من عند الحارس، من عند ويليامز. وفعلا الاهلي وضغط الاهلي قدر يغلط لعيبه صن داونز كتير قوي. غلطهم وكسبنا اوتات وكسبنا فاولات بسبب الضغط العالي والضغط الكبير اللي كان عامله الاهلي على صن داونز. دي حاجه ايجابيه، دي كانت حاجه ايجابيه. حاجه ايجابيه من مارسيل كولر، انه لاول مره من فتره كبيره قاري الماتش من قبل ما يبدا. قبل كده كنا بنشوفه اللي هو انا هلعب بخطتي، هلعب بلاعيبتي، ماليش دعوه بحد، مهما قلته انا مش هعمل حاجه، هي نفس الخطه، هي نفس اللعيبه، نفس طريقه اللعب، وانزل. لا، المره دي لعب ماتش عقلاني بتشكيله عقلانيه مليون في الميه. واي حد هيقول غير كده يبقى هو يعني مش ما بحبش كلمه مدلس ولا كده، هيبقى هو متحامل على كولر بشكل من الاشكال. انا واحد من اللي مش طايقين كولر، ونفسي يمشي النهارده قبل بكره. بس احنا دلوقتي مش في وقت اللي احنا نمشي مدرب ولا نهز استقرار الفرقه، واحنا داخلين على سيمي فاينل وداخلين على كاس عالم انديه. ولسه على فكره الدوري لسه فيه 6 ماتشات كاملين في الدوري. فمارسيل كولر النهارده عمل اللي عليه، في اجزاء، وفي جزء مليون في المية خطأ عليه، وهنجيله بعد شوية. نزل التشكيلة صح، لعب باللعيبة اللي ينفع تلعب، مش اللي هو بيحب يلعبهم، لا، باللعيبة اللي تنفع للخطة دي. اللي هو فيهم مين؟ اللي هو فيهم طاهر محمد طاهر، اللي فيهم اكرم توفيق ما لعبش الاول الماتش، اللي فيه امام عاشور واخد حرية هجومية، اللي فيه جراديشار واخد حرية هجومية، واللي فيه محمد هاني واخد حريه. فهو خدها بعقلانيه مليون في الميه التشكيله واللعيبه اللي نزلت. وده بان في ضغط الاهلي وفرص الاهلي. على فكره وصلت عدد شوط الاهلي على الجون 9، وتقريبا صن داونز وصلتش ولا كوره على الجون، ولا كوره لصن داونز كانت بين الثلاث خشبات. الاهلي ليه 9 على الثلاث خشبات، مع ان الاهلي بيلعب جيم دفاعي.
بس الاهلي بالعكس، الاهلي شايط كميه كور على الجون مرعبه، ده غير الكور طبعا اللي ما كانتش على الثلاث خشبات او كانت اون تارجت، زي كرة امام عاشور، زي كرة جراديشار. وجراديشار وامام عاشور بينهم كيمستري مرعب. الكورة اللي رفعها امام عاشور وهو بيقع جت على دماغ جراديشار بالهيد ولمست كده وجت في العارضة. الكرة دي يا جماعة العرضية حلوة جدا، الفينش ممتاز، لولا سوء الحظ مع جراديشار جد، لولا سوء الحظ الكرة دي كانت جون، كانت زماننا فارقين 1-0. وغير كده اللي باين لكم فعلا ان الاهلي ما كانش بيلعب اللي هو انا عايز اتعادل لمجرد ان انا عايز اتعادل بس، لا الاهلي كان عايز كمان يخطف جول. الكرة بتاع جراديشار اللي جت في العارضة، الهدف بتاع جراديشار الملغى بسبب تسلل على اشرف داري، الجون اللي جابه بن شرقي وطلع تسلل باسيست من اشرف داري برضو. عشان كده بقول لكم يا جماعه اشرف داري كواليتي مرعب بجد، ربنا يبعد عنه الاصابات. اشرف داري من ساعه ما رجع من الاصابه اللي اتصابها والله اشرف احسن مدافع في الاهلي بقاله فتره، وشايف ان هو احسن مدافع في افريقيا بقاله فتره، الفتره اللي هي 7 ماتشات اللي لعبهم في الدوري والاربع ماتشات اللي لعبهم في افريقيا. اهو ده بقى الفرق، لعيب كلاعب دولي خد المركز الرابع مع المغرب في كاس العالم اللي فات، في كاس العالم قطر 2022، وبين لعيبه شوف يعني شوف هو ما عندوش غرور، مش شايف نفسه ده لعيب، وعنده حميه وعنده روح مع انه مش ابنه من ابناء الاهلي، ده لسه جاي. بس تشوفه وتشوف اللي جنبه في العموم، بقى بكلم على التصرفات في العموم، بين اللي جنبه اللي هو ولا يعني ما عملش حاجه مع المنتخب في الاهلي، ولسه هو عمل سيزون بس اللي حلو، وتلاقيه بيطلع يقول لك طالما انت مش حبيبي تتفرجش على الاهلي طول ما انا بلعب. شوف فرق العقليه بين الاثنين، فرق شاسع يا جماعه، مفيش مقارنه طبعا، ولا امكانيات ولا عقليه ولا اي حاجه. انا عايز بس كابتن الفرقه اللي اسمه رامي ربيعه ده يتعلم من اشرف داري شويه عقليه وغيره في الملعب والروح اللي عنده. رامي ربيعه عمل النهارده ماتش كويس نسبيا، ياسر ابراهيم كان احسن منه بكتير بس عمل ماتش كويس بالنسبه للماتشات السيئه اللي بيقدمها مع الاهلي بقاله فتره، بس لازم يتعلم يعني مش عارف واحد عنده 33 سنه ولا 32 سنه يعني يتعلم ايه بجد. رامي ربيعه عنده هفوات دفاعيه كتير قوي، اللي كان شايله السنه اللي فاتت كان محمد عبد المنعم قولا واحدا. ما علينا، مش هندخل في جداليات. غلطة كولر الوحيدة اللي انا شايفها التبديلات المتأخرة، وان هو قد ايه مدرب جبان، اللي هو ماشي بفكرة هي ماشية مش عايز العب فيها. انت شفت لما بن شرقي نزل مهاجم يا عم، نزل ما انك طلعت جراديشار، دي حاجة انا مش فاهمها لحد دلوقتي. طلعت جراديشار ليه؟ هو من احسن اللعيبة اللي في الفرقة، انا ما اعرفش، ما عنديش تفسير ليها مليون في المية. بس شفت لما اشرف بن شرقي نزل عمل لك جاب جون واتحسب اوفسايد، وكانت كرة تانية لو كانت لبست صح او اشرف بن شرقي كانت اتحكمت تحت رجله جون 100%، وكسبنا في بريتوريا ورجعنا القاهرة مرتاحين. ليه انت بقى جاي تبدل في الدقيقة 88 وعندك امام عاشور استنزف بدنيا، عندك احمد رضا استنزف بدنيا، عندك مروان عطيه استنزف بدنيا، عندك محمد هاني بدنيا وذهنيا وكان هيلبسنا في كوره لولا ستر ربنا. ما بدلش من بدري ليه؟ وليه يوم ما تبدل بتنزل اكرم توفيق؟ انا نفسي افهم ايه حب مارسيل كولر في اكرم توفيق. كفايه اكرم توفيق غير مرحب بيه في الماتشات، غير مرحب بيه داخل النادي الاهلي. يا ريته يا سيدي بيعمل ماتشات حلوه، ما بيعملش حاجه، وحش جدا والله، وحش سيء كارثي. فانت ليه باقي عليه؟ انا مش فاهم، مع انك المفروض اخر 5 دقايق او اخر 10 دقايق
تبدا تضغط عشان انت محتاج تجيب جون، لان القاره المنتنه بتاعتنا لسه بتعترف بالهدف الاعتباري اللي هو الهدف اللي بره الارض. فانت لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله، وان شاء الله مش هيحصل، يوم الجمعه الجايه لبست جون، هتعمل ايه؟ محتاج تكسب 2-1. محتاج تكسب 2-1، محتاج تجيب جونين. لو لبست جون واحد تبقى محتاج تجيب جونين قدامه. فانت ليه ما ضغطتش في الاول؟ ما ضغطتش في اخر 10 دقايق؟ ما اعرفش. ليه ما نزلتش تبديلاتك بدري؟ ما اعرفش. حاجه انا ما عنديش ليها تفسير غير انك مدرب جبان. مدرب جبان جدا جدا جدا. لكن في باقي مستويات او باقي الدقايق في الماتش، كولر عمل ماتش ممتاز وخرج باللي هو عايزه، اللي هو نتيجه اللي هو ما يدخلش فيا اجوان في بريتوريا. ودي صح، مليون في المية صح، ولعب عليها كويس جدا. كنا لازم نخطف جون، وهو باين ان هو كان عايز يخطف جون، وخطفنا جولين وطلع اوف سايد وكوره في العارضه. فهو عملوا بس فكره انك كنت لازم تنشط اللعيبه بتبديلات من بدري. كان لازم احمد رضا يطلع من بدري، ان هو كان استنزف بدنيا، امام عاشور كان استنزف بدنيا، محمد هاني كان استنزف بدنيا. فانت حرام يعني، واحد زي محمد هاني ده لسه قايل اللي هو من كتر ما هو استنزف بدنيا وذهنيا، والله العظيم كان عمل كوره لولا ستر ربنا الولا سيلز ولا سلس بتاع سان داونز ده شاطها في السماء. فالحمد لله الحمد لله. فاللومه الوحيده اللي بنقولها على كولر هي التغييرات المتاخره بس. غير كده ضغط الاهلي على لعيبه سان داونز رجع 100%. وبان ده كمان في ان اللعيبه بتاعت سان داونز من الدقيقه 60 بداوا يضربوا لعيبه الاهلي، وبداوا يبقوا خشام على لعيبه الاهلي، اللي هم خايفين من لعيبه الاهلي بالذات على جراديشار وعلى امام عاشور. كانوا عايزين يسيبوهم ان هم يطلعوا عشان عارفين ان دول اخطر اتنين عندك في الملعب. فده كان باين جدا تاثير اللي كولر عامله بالخطه، وتاثير اللعيبه الرجاله في بريتوريا. هو ده بقى اللي الجماهير الاهلي بتنادي بيه بقالها فتره. مدرب وحش، مدرب كويس، لازم انت كلاعب تبقى راجل وقلبك على الفرقه. كان فعلا لما طلعنا نقول يا جماعه خليكم كلكم زي امام عاشور في ماتش بيراميدز، احنا ما بنتكلمش على امام عاشور كامام عاشور، لا احنا بنتكلم على لعيب مش قادر يدوس على رجله، وكان كان بيحاول يقاتل، والكره دي يجيب سببها الجول. فاحنا ما كناش بنقول على امام عاشور عشان ده امام عاشور، لا. لو سين من البني ادمين، لو انتوا عارفين انا بكره خالد عبد الفتاح ازاي، لو كان خالد عبد الفتاح هو اللي عمل الكوره دي في ماتش بيراميدز وكان جه منها الجون، كنت اقول لكم يا جماعه خليكم كلكم زي خالد عبد الفتاح وقاتل لاخر ثانيه، وخلي قلبك على الشعار. وده اللعيبه عملوها النهارده، كلهم مركزين، كلهم بيلعبوا رجاله، كلهم. حتى المدرب تحس ان هو خد كلام جماهير الاهلي اللي احنا بنقول عليه بالسلب، خدوا الايجابي الماتش ده 100%، وخدوا ايجابي الماتش ده. فعرف يطلع الروح من اللعيبه، عرف يدي اللعيبه الفول باور والتحفيز، وعرف يديهم كل حاجه، عرف يديهم الخطه الصح. لاول مره اشوف كولر فعلا واقف مركز على كل نقطه في الماتش. يعني حتى كان جراديشار مصاب، كان بينادي اللعيبه تجي له عشان يديهم التعليمات. فهو قد ايه مركز في التفاصيل. وفعلا لما كان الاهلي لما مصطفى العش غلط في كوره جابه اتكلم معاه مصطفى العش من بعديها بقى ممتاز، مفيش عليه غلطه. فاتمنى لحد كاس العالم للانديه باذن الله كولر يكمل بنفس المنوال بتاع ماتش سان داونز اللي في بريتوريا، واتمنى ان هو في ماتش مصر يبدا يلعب بعقلانيه، اللي هو انا نازل، انا على ملعبي، انا محتاج امسك كوره، انا محتاج اجيب جون بدري عشان اشكل الضغط عليهم هم، وانا بلعب مرتاح شويه. انا مرتاح شويه، ده يبقى احسن بكتير، واحسن سيناريو انك تجيب جون بدري. وبس كده يا شباب، كده تبقى الحلقه خلصت. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.